أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. هذا أصل وتربية ولدي سعد. هكذا علق الفنان المغربي البشير عبدو على فيديو تم تداوله اليوم الثلاثاء على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي. يظهر من خلاله ابنه سعد المجرد المعتقل بفرنسا على خلفية اغتصاب فتاة فرنسية وهو يقيم الصلاة ويرتل القرآن. وافتخر البشير عبدو بأخلاق ابنه من خلال هذا المنشور الذي تفاعل معه جمهور سعد بشكل كبير، راجين من الله أن يتم إطلاق سراحه في أقرب وقت ليعود إلى حضن عائلته ووطنه وجمهوره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس نصره الله قد دخل على خط قضية سعد المجرد، وقد أمر محامي القصر إيريك ديبون الملقب بالوحش بتولي هذه القضية. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.